بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي أبطال الصف الثاني الإعدادي، كل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة وسعيدة عليكم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا أبطال بإذن الله المنهج سهل وبسيط، منهج العلوم منهج سهل وبسيط، وإن شاء الله هنفهم كل حاجة ونبسط كل حاجة. هنشرح من كتاب الامتحان وهنحل كل الأسئلة والأسئلة التفكير العليا، وإن شاء الله بإذن الله مش هنلاقي حاجة صعبة ونجيب الدرجات النهائية إن شاء الله. المنهج عندنا الترم ده بيتكلم عن 3 وحدات. الوحدة الأولى بتتكلم عن دورية العناصر، يعني الجداول الدورية للعناصر وازاي العناصر بخواصها وازاي بتتسلسل بعددها الذرية والمحاولات للتصنيف والكلام ده. الوحدة التانية بتتكلم عن الغلاف الجوي وطبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض. الوحدة التالتة بتتكلم عن الحفريات والأنواع والانقراض والكائنات اللي كانت عايشة على الأرض قبل كده. بإذن الله هناخد مع بعض بالتفصيل. هنبدأ بالوحدة الأولى دورية العناصر، بس احنا عايزين نفكر نفسنا ببعض المعلومات اللي خدناها قبل كده عن العناصر وعن الذرة، بحيث ان احنا نلاقي نفسنا بإذن الله الموضوع بسيط علينا ان شاء الله. هنتكلم عن تركيب الذرة. احنا طبعا فاكرين تركيب الذرة ان الذرة بتتكون من بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة، وفي جسيمات صغيرة جدا بتلف حوالين النواة في مدارات محددة اللي هي مستويات الطاقة، بتبقى اسمها إلكترونات سالبة الشحنة. الذرة ديت لازم تكون في الحالة العادية متعادلة كهربائيا. يعني ايه متعادلة كهربائيا؟ يعني يكون الموجب بتاعها زي السالب بتاعها، ما يبقاش غالب عليها شحنة أكتر من التانية. طيب ده هيحصل إمتى؟ هيحصل لما يتساوى عدد البروتونات الموجبة مع عدد الإلكترونات السالبة. طب والنيترونات؟ لا، النيترونات كده كده متعادلة الشحنة، فما بتعمليش مشكلة في موضوع التعادل الكهربي. طيب الذرة طبعا عشان نتخيلها مع بعض هي عبارة عن زي كورة كده اسمها النواة، اللي هي بتتكون من البروتونات ونيترونات. دي حجمها كبير نسبيا بالنسبة للجسيمات الصغيرة اللي بتدور اللي هي الإلكترونات. لو هنتخيل مع بعض كده ان الذرة زي استاد كرة قدم، هنلاقي ان الإلكترونات عبارة عن كور صغيرة كده بتلف حوالين تراك الاستاد ده، وطبعا في كل المستويات يعني. والنواة بتتكون زي كرة قدم كبيرة موجودة في نص الملعب. هنا ممكن يجي يسألني يقول لي علل نواة الذرة موجبة الشحنة، أقول له لاحتوائها على بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة الشحنة. طيب ممكن يجي يقول لي علل تاني الذرة متعادلة كهربيا زي ما احنا قلنا من شوية في حالتها العادية. هقول له على طول لتساوي عدد البروتونات الموجبة مع عدد الإلكترونات السالبة. برضه هفكركم يا أبطال بالعدد الذري والعدد الكتلي. احنا طبعا خدنا قبل كده العدد الذري هو عدد البروتونات داخل نواة ذرة العنصر، وده بيتكتب زي ما احنا شايفين في الصورة كده أسفل يسار رمز العنصر. ادي الالومنيوم Al العدد الذري 13. طيب العدد الذري ده عدد البروتونات، وبما ان الذره ده في الحاله المتعادله بيبقى الموجب بتاعها قد السالب، يبقى اذا هو برضو عدد الالكترونات السالبه التي تدور حول النواه في مسارات اللي هي مستويات الطاقه. طيب بالنسبه للعدد الكتلي اهو اللي هو زي 27 في الالومنيوم، هنقول هو طبعا بيتكتب اعلى يسار رمز العنصر، هو مجموع اعداد البروتونات والنيترونات داخل نواة ذرة العنصر. طب ليه مش الالكترونات؟ انا بتكلم في كتلة، بتكلم في حاجه ليها كتله، وانا قلت لكم الالكترونات دي جسيمات صغيره جدا، يبقى معظم كتله الذره موجوده فين؟ موجوده في النواه، والنواه بتتركب من من بروتونات ونيترونات. يبقى العدد الكتلي هو مجموع اعداد البروتونات والنيترونات داخل نواه ذره العنصر. التقل بتاع الذره، الكتله بتاعت الذره. انا حابب ادي امثله، مثلا الصوديوم عدده الذري 11 وعدده الكتلي 23. الصوديوم اهو يبقى عدد الكتلي 23، يبقى او عدده الذري 11، يبقى عدد البروتونات كام؟ 11. وعدد النيترونات 12. 23 ناقص 11، وعدد الالكترونات مساوي العدد للعدد الذري اللي هو عدد البروتونات. طبعا لو مثال تاني زي كلور 17 35، العدد الكتلي فوق اعلى يساري ب 35، العدد الذري 17، عدد البروتونات هو العدد الذري، عدد الالكترونات هو العدد الذري، عدد النيترونات العدد الكتلي اللي هو 35 ناقص 17 اللي هو عدد البروتونات يبقى 18.
طيب في بطل منكم هيقول لي هو انت بتراجع معايا الكلام ده ليه؟ لان الكلام ده مهم جدا، وده اللي هينبني عليه ان شاء الله باذن الله منهجك، معظم منهجك السنه دي. في قاعده بنوزع بيها الالكترونات في مستويات الطاقه. قال له طب فكرنا مستويات الطاقه. مستويات الطاقه ديت الالكترونات بتلف حوالين الذره في مسارات. المسارات دي تعتبر الطرق بتاعت الالكترونات، التراك اللي بتلف فيه. فدلوقتي كل مستوى منهم بيشيل عدد معين من الالكترونات بيتشبع بيها. يعني مثلا نتخيل عندنا طريق اتجاه واحد بيمشي فيه عربية واحدة، ما يقدرش يشيل اكتر من عربية واحدة في الصف، يبقى ده الطريق ده مستحيل احط عليه عربيتين. هكذا مستويات الطاقة. مستويات الطاقة كل مستوى ما بيشيلش اكتر من عدد معين. زي ايه مثلا مستويات الطاقة؟ زي المستوى K ومستوى L والمستوى M والمستوى N، وطبعا في تكملتهم اللي هو O P Q. طب بس احنا معظم العناصر اللي هناخدها محصوره في الاربع مستويات دي. طيب هو دلوقتي مين بيحدد لي عدد الالكترونات اللي بيتشبع بيها مستويات الطاقه الاربعه الاولى اللي هم K L M N؟ قال لي في علاقه اسمها 2N أس 2. ايه بقى العلاقه اللي هي 2N أس 2 دي؟ قال لي دلوقتي انا عندي مستوى K، اول مستوى اقرب مستوى للنواه، ده المستوى رقم 1. بيبقى فيه بيتشبع بكام عدد من الالكترونات؟ درب عليه العلاقة كده، 2 في ان اللي هي رقم المستوى أس 2 هيديني كام؟ هيديني 2 الكترون. يبقى المستوى كده مستحيل يشيل اكتر من 2 الكترون. طيب المستوى ال2 ده رقمه 2 اللي هو ان بتاعته، يعني 2 في 2 أس 2 هيطلع ب8 الكترون. طيب المستوى ام، المستوى ده رقم 3، ابعد عن الذره عن النواه شويه، هيبقى 2 في كام؟ ان هنا بكام؟ في 3 أس 2 يطلع كام؟ ب 18 الكترون. طيب المستوى ان ده رقمه 4، هيبقى 2 في 4 أس 2 يطلع ب 32 الكترون. طب هل القاعدة دي على طول شغالة معايا؟ لا، القاعدة دي فيها حاجة بقى مهمة لازم تبقى فاهمها. ان مستوى اي واحد في دول لو كان مستوى اخير ما يقدرش يشيل اكتر من 8. يعني ال 18 ده هيشيل 8 لو هو اخر مستوى في الذرة، يعني اخر غلاف ذري كده يحيط بالذرة من بره. طب لو ان اللي بيشيل 32 لو اخر مستوى هيشيل 8. طب ان كده اللي بيشيل 2 ده هيشيل 8؟ لا، دي الحالة الاستثناء، لان لو كده ما بيشيلش اكتر من 2 حتى لو مستوى اخير زي ذرة الهيدروجين. الهيدروجين والهيليوم ما بيشيلش فيهم اكتر من 2. تعالوا يا ابطال نطبق الكلام ده على ذرة البوتاسيوم كي 19 39. عدد الالكترونات هنا كام؟ الشاطر هيقول لي 19، لان عدد الالكترونات قلنا في الذرات المستقره بيبقى هو عدد المتعادله هو عدد البروتونات الموجبه اللي هو العدد الذري. طب تعالوا نوزعه. هنقول الاول كي هيتشبع بكام؟ مبدئيا كي على طول هيتشبع ب2، وال اللي بعده هيتشبع يبقى انا عندي كام كده؟ 2 و8 10، فاضل عندي 9. ينفع احط التسعة في ام كلهم؟ لا، احنا قلنا اخر ام كام عندي؟ 8، يبقى هيتفضل لي 1 هيخش المستوى ان. طب تعالوا نشوفه في الصورة كده، هو بيوريني الخطأ من الصواب. دلوقتي ادي بكتب على طول لما اجي اوزع برسم النواه كده واحط فيها العدد الذري او عدد الالكترونات، هو طبعا عدد البروتونات اللي بيساوي عدد الالكترونات، واعمل هنا التوزيع. هنا عمل التوزيع الغلط، 2 8 9. طب هو ام لما يشيل هيقدر يشيل 9؟ لا طبعا، يبقى لازم هيرحل الكترون للمستوى اللي بعديه اللي هو هيبقى ده الصح، 2 8 8 1. مثال تاني يا ابطال اهوت عندنا، وضح التوزيع الالكتروني لكل من العناصر الاتيه: النيتروجين العدد الذري 7، المغنيسيوم العدد الذري 12، الكالسيوم العدد الذري 20. هبدأ بالنيتروجين. النيتروجين 7، ارسم الدائره زي اللي هي النواه واحط فيها بلس 7 لان عدد البروتونات الموجبه، وابدا اوزع. اول مستوى كي هياخد 2 الكترون، والمستوى اللي بعديه هياخد الباقي اللي هم 5، يبقى التوزيع بتاعه 2 5 في الكي والال. المغنيسيوم 12 هيبقى 12 موجب في النواه، هيبقى 2
المستوى ال 8 هيتفضل كام؟ هيتفضل 2 ياخدهم المستوى ام، يبقى 2 8 2. بالنسبة للكالسيوم هيبقى برضو النواة موجب 20، هيبقى 2 وبعدين 8 وبعدين 8 وبعدين 2، لان المستوى ام ايه؟ المستوى ام ما ينفعش يزيد عن 8، يبقى انا هيبقى 2 8 8 2. هنفتكر مع بعض التكافؤ. التكافؤ كان ايه؟ كان عندي التكافؤ ده عبارة عن عدد الإلكترونات اللي بتفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها ذرة العنصر مع ذرة أخرى في التفاعل الكيميائي. احنا عارفين إن ذرة أي عنصر بيبقى التفاعل بتاعها عبارة عن إيه؟ بتتفاعل الإلكترونات الخارجية اللي هو اخر مستوى طاقة. يعني لو بصينا للمثال اللي فوق، عنصر زي النيتروجين مثلا هيتفاعل بالمستوى ال بس، مستوى كي ملوش علاقة بالموضوع. بالنسبة للمغنيسيوم هيتفاعل بالاتنين الكترون اللي في المستوى ام. دلوقتي التكافؤ ده فيه 3 حالات. عناصر فلزية اللي هي بتميل انها تعمل ايه؟ تفقد الكترونات، ودي مستوى الطاقة الاخير بتاعها ما بيبقاش فيه غير ايه؟ اقصى عدد ممكن يبقى موجود فيه 3 الكترونات، وبتفقدهم هما ال3، او لو في 2 تفقد 2، او لو 1 تفقد 1. العناصر الفلزية اللي بقول التكافؤ بتاعها هو عدد الالكترونات اللي بتفقدها الذرة اثناء التفاعل الكيميائي. اديني مثال، مثلا بيقول لي تكافؤ الالومنيوم العدد الذري 13 ثلاثي. علل، اوزع على طول، اكتب ارسم النواه موجب 13 هتبقى 2 و8 10، يبقى ايه؟ 2 8 3. واضح ان هو في المستوى الاخير بتاعه 3 الكترونات. يبقى الومنيوم فلز يبقى هيفقد ولا يكتسب؟ لا، هو بيميل ان هو يفضي المستوى الاخير خالص عنده، هيبقى هيفقد ال3 الكترونات اثناء التفاعل الكيميائي، هيبقى ثلاثي التكافؤ. طيب بالنسبه للعناصر اللافلزيه بتعمل عكس اللي بتعمله الفلزيه. اللافلزيه المستوى بتاعها الاخير بيبقى في عدد من الالكترونات اكتر من 4، وبالتالي هي عايزه تكمل المستوى الاخير بتاعها انه يوصل ل8، فبتعمل ايه؟ بتكتسب الكترونات او بتشارك بالالكترونات اللي معاها بحيث انها تملى المستوى الاخير بتاعها. وتكافؤها بيكون ازاي؟ يعني مثلا الاكسجين O8 هيبقى 2 6. 6 ده عايز 2 الكترون عشان يكتسبهم عشان يكمل المستوى الاخير بتاعه ل8، فهيكتسب 2 الكترون. هيبقى تكافؤه في الحاله دي ثنائي. ليه؟ لانه اكتسب 2 الكترون. عكس الفلزات، هي العدد اللي بتفقده بنقول عليه التكافؤ بتاعها. العناصر الخامله دي الحاله الثالثه، لا بتفقد ولا بتكتسب، دي مستوى الطاقه الاخير بتاعها كامل، فيه 8 الكترونات باستثناء الهيليوم هو اللي فيه 2 الكترون بس. يعني مثلا النيون N10 بيبقى 2 8، لا هيفقد ولا هيكتسب ولا هيشارك في اي حاجه، هو خامل. يبقى اذا التكافؤات عندي الفلزات بتفقد العدد اللي هتفقده، يبقى التكافؤ بتاع العنصر ده كذا. يعني الالومنيوم بيفقد 3 يبقى تكافؤ ثلاثي، الصوديوم بيفقد 1 يبقى تكافؤ احادي. بالنسبه للاكسجين مثلا في اللافلزات، الاكسجين بيكتسب 2 الكترون يبقى التكافؤ بتاعه ثنائي. الجدول ده بقى بيبين لنا العناصر تكافؤاتها. مجمع لي هنا الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والفضه، دول تكافؤهم احادي. ولازم يا حبايبي نحفظ يا ابطال كل الرموز الكيميائيه. يعني الليثيوم Li رموز العناصر، الصوديوم Na، وهكذا. يبقى دي عندي عناصر فلزيه تكافؤها احادي. يعني ايه؟ يعني بتفقد الكترون اثناء التفاعل الكيميائي. طيب بالنسبه للمغنيسيوم والكالسيوم والخرسين والزئبق والرصاص والنحاس، دول عناصر فلزات برضو، بس دول بيفقدوا 2 الكترون في التفاعل، فهيبقى تكافؤهم ثنائي. بالنسبه للالومنيوم والذهب، دول بيفقدوا 3 الكترونات اثناء التفاعل الكيميائي، فهيبقى التكافؤ بتاعهم ثلاثي. بالنسبه للحديد ده حاله خاصه شويه. الحديد في مركبات بيفقد معاها الكترونين، وفي مركبات بيفقد معاها 3 الكترونات، فبناء على التفاعل نفسه يا بيبقى ثنائي يا بيبقى ثلاثي. وهناخد بعد كده ازاي بيحصل الكلام ده. بالنسبه للعناصر اللافلزيه، الهيدروجين والفلور والكلور والبروم واليود، دي تكافؤها احادي. يعني المستوى الاخير بتاعها محتاج الكترون عشان يكتمل. بالنسبه للهيدروجين، المستوى الكي بتاعه فيه الكترون واحد، هيعوز الكترون واحد عليه عشان يكتمل، فهيبقى تكافؤه احادي. وهكذا الفلور
والكلور والبروم واليود. الاكسجين بيحتاج زي ما شفنا قبل كده بيحتاج 2 الكترون، يبقى التكافؤ بتاعه ايه؟ ثنائي. النيتروجين بيحتاج 3 الكترونات، وفي حالات برضو بس مش علينا السنه دي النيتروجين بيحتاج 5 الكترونات عشان يكمل المستوى الطاقه الاخير. الكربون رباعي لان عنده 4 اوريدي، هيحتاج عليهم 4 عشان يكمل الايه؟ المستوى الاخير. طبعا دي رموز بعض العناصر الخامله، الهيليوم والنيون والارجون، والتكافؤ بتاعهم اوعى تنسى التكافؤ بتاعهم صفر. ليه؟ لانها عناصر خامله ما بتشاركش وما بتتفاعلش مع حد. الصيغ الكيميائيه بقى لبعض المجموعات الذريه وتكافؤاتها. افتكر معايا المجموعه الذريه دي كانت ايه؟ كانت بتتعامل كمجموعه مش يعني مش كعنصر. يعني مثلا الهيدروكسيد عباره عن ذره هيدروجين وذره اكسجين. هل انا بعامل كل ذره لوحدها؟ لا، انا بحطها بين قوسين وبعامل المجموعه كانها حاجه واحده بس تدخل في التفاعل، والتكافؤ بتاعها يكون احادي. النترات NO3 برضو بتدخل في التفاعل كقطعه واحده بتكافؤ احادي. يعني مثلا لو انا هقول NaOH هيدروكسيد الصوديوم هيبقى NaOH. ال Na لو تكافؤها احادي والصوديوم احادي يبقى مش هيتحط ارقام، يبقى NaOH. بالنسبه للامونيوم NH4، بس دي مجموعه موجبه. يعني ايه مجموعه موجبه؟ يعني لما تيجي تتفاعل هتتفاعل ان هي الشق الموجب، يبقى هترتبط بلافلز. يعني زي مثلا كلوريد الامونيوم هتبقى NH4Cl، هتبقى هي واخده بدل مكان الفلز اللي بيبقى في اول دايما الصيغه الكيميائيه للمركب. اما بالنسبه للمجموعتين السالبتين دول بيبقوا ناحيه اليمين، لان بيبقى مثلا NaOH موجب وOH سالب، مثلا NO3 موجب وNO3 سالب، ودول تكافؤهم احادي. بالنسبه للكبريتات والكربونات هم كاف دول افتكر انهم ثنائي دايما، كاف ثنائي SO4 وSOCO3. ودلوقتي يا أبطال عايزين نعرف إزاي نكتب الصيغ الكيميائية للمركبات. مثلا عندي أكسيد الألومنيوم، بصوا للصورة كده، هكتب هنا الفلز اللي فيهم أو اللي بياخد إشارة موجبة الألومنيوم، أكتبه ناحية الشمال. وبعد كده الأكسيد الأو أكتبها تحتها. طيب تكافؤ الألومنيوم كان كام؟ تكافؤ الألومنيوم ثلاثي، أكتبه تحتيه. طب تكافؤ الأكسجين الأو تكافؤها ثنائي، اكتبها تحتيها. واكتب بقى ازاي؟ انزل ال تحت كده والاو تحت واسيب فراغات كده، اخد من تحت الالومنيوم ابدل بعلامه اكس كده. الالومنيوم تاخد تكافؤ الاكسجين اللي هو ثنائي، والاكسجين ياخد تكافؤ الالومنيوم اللي هو ثلاثي، وتتكتب كده Al2O3. طيب بالنسبة للمجموعات الذرية، ما انا عارف تكافؤ المجموعات الذرية، هنشوف دلوقتي امثلة. هنا بيقول لي مثلا كلوريد الفضة، Ag تكافؤها احادي، اكتب تحتها 1. والCl اللي هو الكلور واحادي، اكتب تحتها 1. يبقى Ag1 Cl1. قال لي استنى، لما يكون واحد هنا او واحد هنا بيروحوا مع بعض ما بيتكتبوش. طب لو 2 و2 برضو ما بيتكتبوش، يبقى عدم كتابة الرقم الدال على التكافؤ الاحادي. طيب بالنسبة للمجموعة الذرية اللي هي بين قوسين بكتبها ازاي؟ قال لي هنكتب هنا بالعربي مثلا هيدروكسيد الكالسيوم، كالسيوم رمزه Ca، وده الشق اللي بيبقى ناحيه الشمال الفلز او الموجب، والاو اتش اللي هي الهيدروكسيد ناحيه اليمين. الكالسيوم تكافؤه ثنائي، يتكتب تحته 2. والاو اتش تكافؤها احادي، يتكتب تحتها 1. وده ياخد تكافؤ ده وده ياخد تكافؤ ده، قاعده المقص، يبقى CaOH الكل 2. طيب مثال ثالث، اكسيد المغنيسيوم Mg والاكسيد O. الام جي تكافؤها ثنائي يتكتب تحت، والاو تكافؤها ثنائي يتكتب تحت. ده الاتنين زي بعض يروحوا مع بعض، يبقى Mg بس. يبقى صيغه المركب اللي باي حاجه ناحيه الشمال او اليسار تبقى يا اما فلز يا اما هيدروجين يا اما مجموعه ذريه موجبه زي ال NH4. على اليمين لا فلز او مجموعه ذريه سالبه. طب تعالوا كده نختبر هنكتبها ازاي دلوقتي. اكتب الصيغ الكيميائيه الاتيه للمركبات. هيدروكسيد الصوديوم، صوديوم احادي والهيدروكسيد احادي، هيبقى NaOH من غير ارقام. كلوريد المغنيسيوم ثنائي والكلور احادي، ده هياخد تكافؤ ده، هيبقى MgCl2.
3 أكسيد الألمنيوم لسه واخدينه فوق Al2O3. هيدروكسيد المغنيسيوم، هيدروكسيد أحادي والمغنيسيوم ثنائي، ده هياخد تكافؤ، ده هيبقى MgOH الكل 2. نترات الصوديوم، النترات أحادية والصوديوم أحادي، هيبقى NaNO3. بروميد البوتاسيوم، البوتاسيوم أحادي والBr أحادي، يبقى هيروحوا مع بعض، يبقى الرمز KBr. والبوتاسيوم طبعا الشق الموجب ناحية اليسار، والBr الشق السالب ناحية اليمين. وبكده يا أبطال تاني إعدادي نبقى خلصنا تمهيد الدرس الأول إن شاء الله، عشان لما ندخل عليه الدرس نفسه اللي هي محاولات تصنيف العناصر نلاقي نفسنا فاهمين ومتذكرين اللي خدناه السنين اللي فاتت. وانتظروا الفيديو الجاي إن شاء الله، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب.